السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي متابعي بوب الكورة في كل مكان، اهلا بيكم. النهارده الاتحاد العربي لكرة القدم فجر مفاجأة كبيرة جدا بإعلان تفاوضه مع النادي الأهلي للمشاركة في بطولة دوري أبطال العرب في نسختها الجديدة. البطولة دي هتبقى قوية جدا جدا جدا، مجمعة كل الفرق العربية القوية على مستوى الوطن العربي كله. البطولة ديت جوائزها مالية كبيرة جدا تتخطى ال10 مليون دولار. بس المشكلة في حاجة إن الأهلي في زنقة في ورطة، إن هو عنده لازم يختار ما بين اتنين: مشاركة في دوري السوبر الأفريقي أو المشاركة في دوري أبطال العرب. دوري السوبر الأفريقي 20 مباراة، هيتكون من 8 فرق السنة دي، وأعلن عنها الاتحاد الأفريقي: الأهلي والوداد والترجي ومازيمبي وحورية كوناكري وسيمبا التنزاني وبترو أتلتيكو الأنجولي. أما البطولة العربية مجمعة كل أفضل الأندية العربية. البطولة الأفريقية دوري أبطال أفريقيا، دوري السوبر الافريقي. دوري السوبر الافريقي جوائزه فقط معدل 12 مليون دولار. الاهلي دلوقتي في حيره، هيختار ان هو يشارك في دوري ابطال افريقيا، دوري السوبر الافريقي، او دوري ابطال العرب. بيرجعوا الماستر مارسيل كولر بياخد رايه. اتجاه تاني بيدرسوا من العوائد، حيث العوائد الماديه، البث الفضائي، كل ده الاهلي دلوقتي بيدرسه على ترابيزه اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي عشان يقرر هيشارك في انهي بطوله من دول. فين المنافسين؟ انا مش شايف منافسين في مصر بعد اللي بيعملوه الاتحاد العربي والاتحاد الافريقي. محدش منهم خبط على باب الزمالك وقال لهم تصبحوا على خير. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.